مصر في قلب افريقيا، شعار الاحتفال باليوم العالمي لافريقيا في شرم الشيخ. ووزير السياحه: التواصل بين الافارقه حاجه ملحه، السياحه المصريه تتعافى، و30 مليون سائح وصلوا مصر في السنوات الثلاث الماضيه. بقول لك ايه يا عم هشام بقى، عم هشام يا زعزوع، بقول لك انت، انا عارف انك راجل اصلا في الاساس صاحب شركه سياحه، يعني صنايعي، فبلاش تقعد تضحك على الناس بقى بالكلام الفاضي ده. احنا شبعنا الكلام الفاضي ده. ما تجيش تقول لي في 3 سنين جالي 30 مليون سايح. فين يا عم الناس؟ فين ونسبة الإشغال في الفنادق لا تتعدى 5%؟ فين ونسبة العمالة في الفنادق تم تخفيضها إلى أكتر من 80%؟ لا، الشعب اتهرى كذب، مش هنقعد نكذب على الناس. قول إحصائيات حقيقية مش هنزعل منك، قول إحصائيات طبيعية هنرفع لك القبعة وندي لك مليون تحية ونقول لك 100 100. لكن تضحك على الناس لا، مش هنسكت لك. بطل الكلام ده، عشان انت اصلا بتتكلم عن بلد غير مصر. الحقيقه يعني بتتكلم عن دوله غير الدوله دي. يعني ايه 30 مليون سايح؟ ده خبر مستفز، ده خبر او تصريح على لسان سيادتك مستفز. يا وزير السياحه، ارجوك تعامل مع بلد او مع شعب قام بثورتين بشفافيه اكثر من ذلك. ده كلام فاضي. لما تقول لي 30 مليون سايح، يعني هتكلم في ان دخل من كل سايح 200 دولار يا راجل، 500 دولار يا راجل، اضربوهم في 30، يعني دخلت الخزانه العامه ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار. فين هم يا عم هشام؟ ما تقولناش بقى الكلام ده. تعالى بقى نقول الحقيقه للناس. السياح اللي بيجوا على فنادق شرم الشيخ والغردقه دول بيطلعوا، الفنادق دي معظمها فنادق اجنبيه مش مصريه، وملكيه لشركات اجنبيه. الشركه الاجنبيه بتيجي بطيرانها بسياحها على فندقها اللي هنا في مصر، يقضوا الكام يوم وسلام عليكم من شرم الشيخ. فما تقوليش الكلام ده، مش هنبيع الهوا للناس. بدل ما تقعد تقول الكلام الفاضي ده، الكلام الفارغ ده اللي هو الحقيقه فشل ذريع، انما يعني ينم عن فشل ذريع انت بتمارسه على هذا الشعب وكذب بين. قول لنا الحقيقه واطلب مننا نساعدك.